هل الانترنت بيتجسس علينا ام لا؟ طيب دلوقتي معانا 3 مراحل في هذا المقطع. اول مرحله هنشوف لو فكرنا هيعرف يجيبها ولا لا، وتاني حاجه لو اتكلمنا عشان في مايكات انا عندي بيتجسس علينا من المايك. ثالث مرحله البحث في جوجل مثلا، فيسبوك، يوتيوب بتاع. رابع مرحله الشات، انك تتشات مع واحد صاحب، مثلا هتشات مع حد على انستجرام دلوقتي، اي حد منكم عادي، ونشوف هل هو هيجي لنا اعلانات عن هذا المنتج ام لا. بمعنى يعني كده معانا 4 مراحل. بمعنى ايه يا وقع شيء؟ يعني اشرح لي اكتر عشان انت واد غبي مش فاهم منك حاجه. وقع شيء انت حمار ما بتعرفش تشرح. دلوقتي هنفكر في حاجه واخش على اي موقع عشوائي بيجيب اللي هي عارف انت الايه، الاعلانات اللي بتيجي في الويب. لو هو جاب لي الاعلان ان انا بفكر فيه يبقى كده مثلا مثلا انا هفكر في موزه. فدلوقتي مثلا نروح على اي قولوا لي اي موقع، اي عامه، اي موقع عامه. هو ده اهو. فين في اهو اعلان، اهو بالي اعلان اهو. في اي موقع اهو اعلان كمان اهو. اتفضل يلا. فاهمين؟ فاحنا هنعمل الحاجه وبعدين نخش على المواقع نشوف الاعلانات. هل لو هو سامعني فعلا فهيجيب لي اعلانات عن الشيء اللي انا كنت بتكلم عليه. تمام؟ والله كنت بفكر في حاجه بالصدفه وتجي لي فيديو عنه بس بالحظ يعني مش بكون قايل اني افكر وربنا حصلت لي. ما عشان كده بقول لكم لازم نعمل التجربه دي. والله حصلت لي، كنت بفكر في حاجه فتحت انستجرام لقيت اعلان للحاجه اللي انا بفكر فيها. اول مرحله التفكير، افكر دلوقتي في حاجه واخش اشوف على جوجل، على انستجرام، على فيس، على يوتيوب هل هو بيسمعني ولا لا. يلا افكر في حاجه. استنى اقرب البتاع ده يمكن يسمعني. بس تمام كده فكرت. اعلان ايه ده؟ انظر على عدسي استشاري. لا ما كنتش بفكر فكرة الدم اكيد يعني. طيب لا. اهلي لا. لا. اعمل بوتيرة اسرع لا. لا برضو ده ما كانش في دماغي. بس يعني هو كده ما بيسمعنيش، ما بيسمعش اللي في دماغي. نتشيك كده انستجرام، اقعد انزل كده شويه هشوف هل هو بيسمع ولا لا. نو ديت انا كنت متوقعها عامه. طيب هو ما بيسمعش تفكيرك. انا كنت بفكر في ايه؟ كنت بفكر في عربيه، ما جابليش حاجه. كده اول مرحله فشلت، ان هو ما بيسمعش اللي انت بتفكر في ايه. فاي حد عنده هاجس او عنده اي شك ان هو بيسمعك وانت بتفكر دي استحاله. انا قبل كده قلت لماما نفسي في ايفون وانا عمري ما اتكلمت او بحثت على ايفون ولقيت الانستا جايب لي ايفونات. شفت؟ عشان اقول لكم. تاني مرحله الكلام. عربيه. انا عايز عربيه يا جدعان، انا عايز عربيه. ايه ده؟ مين هيساعدني اجيب عربيه؟ مين؟ السياره. والله نفسي سياره. انت مش بتحب مش اجيب شيفروليه ولا اجيب نيسان صني؟ ترى اجيب اللكزس ولا اجيب البي ام؟ I want a car. دلوقتي اتكلمنا قدامه وفشخناه. ولو هو حمار يعني، لو هو ده مش ذكاء اصطناعي يبقى غباء اصطناعي لو ما جابليش اعلان عربيه. اول حاجه نتشيك البي سي. تعال نشوف. عايزين موقع يكون فيه اعلانات. ايه ده؟ ده اعلان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش فاهم. لا انا مش فاهم. انا دوست على ايه؟ سيارات مستعمله. انا مش كاتب سيارات مستعمله اصلا. انا كاتب موقع فيه اعلانات كتير، ما كتبتش سيارات مستعمله. انا ما كتبتش كده اصلا. طب ايه اللي جابه ده هنا؟ انا كتبت موقع فيه اعلانات كتير جاب لي سيارات مستعمله. ها؟ لا ما اعتقدش. لا اكيد بالصدفه. استنى نشوف دي مثلا. ايه انا كتبت ايه؟ والله ما كتبت حاجه. اعلان يا جدعان، دين امي. ازاي انا ما كتبتش عربيه؟ جالي عربيه ليه؟ اهو سوزوكي ماروتي. يا اخي بقول لك بي ام ولكزس جايب لي ماروتي. يبقى بيسمع بجد. استنوا بس يا شباب. بس لا اكيد صدفه يا جدعان. اكيد صدفه يا شباب. اكيد لا يا جماعه. برضو مصر اليوم، اكيد مصر اليوم فيه اعلانات. ارجوك اهو اعلان اهو. اعلان ده ايه؟ اسهل ايه؟ اوه فاك. والله كان في اعلان لسه طالع عربيه. والله لا اكيد لا يا جدعان. لا اكيد صدفه. الحاله ازاي بيسمعني ازاي يا جدعان؟ لا طبعا. اهو تشات جي بي تي اهو. العربيه عشان قلت عربيه يبقى عربيه. لا انا قصدي سياره. لا ده قلت لك غباء اصطناعي. هو جايب اعلان العربيه اللي هي قناه العربيه عشان عملوا العربيه ولا ايه؟
يا جدعان ايه الرعب ده؟ تعال نفتح في الموبايل نشوف هل جت ولا لا. اصل انا اتكلمت في الموبايل برضه، المفروض الموبايل سامع يعني. تعال نشوف الموبايل. لا طيب مفيش حاجه، اعلانات عاديه. لا تيك توك ما بيتصن تيك توك ايه؟ لا الموبايل ما جابش حاجه يا جماعه، الموبايل ما بيتصنتش الحمد لله محترم. البي سي يا جدعان هو اللي بيتصنت يا جدعان، الموبايل ما بيتصنتش. تالت مرحله بقى يا معلم السيرش. ان احنا دلوقتي يا جماعه هنسيرش على حاجات على اليوتيوب، نخش شويه على نسيرش على حاجات على جوجل، نسيرش شويه على فيسبوك، ونشوف هل هيطلع لنا عربيه ولا لا. ولكن لا غير العربيه، عايزين بقى نغير شويه عشان هو البي سي اوريدي سمعني من موضوع العربيه ده، فعايزين نغير شويه في البي سي. نفكر في ايه يا جماعه؟ نفكر في ايه دلوقتي يا جماعه؟ المرحله الثالثه هنسيرش على حاجات، وبعدين هنطلع من البراوزر، وبعدين نخش تاني نشوف الاعلانات، هل هيجي لنا اعلانات عن الحاجه اللي احنا بنفكر فيها ولا لا. كومباوند، تلفزيون للبيع، تلفزيونات، تلفزيون للبيع، كومباوند ماشي، ممكن كومباوند اوكي. خلاص هنسيرش هنا مثلا، نكتب كومباوند مثلا، نخش شويه مثلا، نخش هنا نقعد نسيرش. ده جامد، كومباوند جميل ما شاء الله. نفسي اشتري كومباوند عامه يعني، او شقق، خليها شقق في كومباوند. ممكن نقعد ندوس على شويه حاجات كده، مثلا كومباوند دخلنا عليها خلاص، نسيبك من جوجل، نخش على يوتيوب نكتب شويه كومباوندات هنا، ندوس هنا ونقعد نتفرج شويه. كومباوند ايه جميل قوي الكومباوند ده، ممكن افكر، ممكن افكر اشتريه ما شاء الله يعني، عقبال عيالكم ان شاء الله. ده دلوقتي احنا بحثنا على كومباوند في كل حته، هنخش دلوقتي على اي حاجه على جوجل، فيسبوك بتاع، هنشوف الاعلانات اللي هتطلع لنا، هل هيطلع لنا اعلانات كومباوند ولا لا. توقعوا يا جماعه، توقعوا ايه؟ انا كمان انا متوقع 100% هيطلع لي. نفسي اخش ويب سايت فيه اعلانات حاجات الشقه. طب انت بتسيرش كومباوند ليه؟ عشان شقه، جيب شقه. تعال نشوف حاجه تانية. ها ايه فيش دي كاونت؟ دي كاونت؟ لا نص دي كاونت. طيب جالنا اعلانين اهو في نفس الويب سايت يعني، على نفس الحاجه اللي بنتكلم عليها. لا ما ايه يا عمنا؟ ايه يا عمنا؟ غرفتي نوم. ايه يا عمنا تاني؟ ايه يا ابويا؟ ايه يا اخويا؟ ايه يا اختي؟ ايه يا ستي؟ لا ما جاتش مش صدف دي يا جماعه. تالت مرحله، نخش على رابع مرحله واخر مرحله، وهي مربط الفرس. هشات مع واحد معاكم يا جماعه في الانستجرام دلوقتي، وهنقعد بقى نتكلم عن انا محتاج مثلا، انا عايز سماعه. ممكن مين فاتح دلوقتي؟ مين فاتح؟ اتكلم مع حد على انستجرام وهو برضه يقول لي لا ده دي احسن، لا مش عارف ايه، اي كونفرسيشن عامه، اي كونفرسيشن، بس هنتكلم على السماعه. هل هو بقى هيكاتش ولا مش هيكاتش؟ اي حد فاتح انستجرام يبعت لي يلا. ماشي ويت عمر مجدي، يلا اي حد ان كان، يلا اكتب له اهو، بقول لك ايه، انا عايز اجيب سماعه جديده، عندك اقتراح؟ في نوع اسمه ريزر. طيب جميل، انا عايز سماعه راس هيدسيت يعني، عندك نوع يكون مش غالي؟ عمل لي لايك، ما تتكلم يا عم. ابعت له كمان فويس. استنى انا نفسي في سماعه. بعت له كمان ايه، استنى هدور. بس خلاص كده كفايه. دلوقتي هنخش دلوقتي على جوجل او اي حاجه او تيك توك ايا كان او انستجرام، ونشوف هل هيجي لنا سماعه ولا لا. دلوقتي اهو انا طلعت اهو، اطلع من كل الابلكيشنز. هنخش يا جماعه دلوقتي على انستجرام ونشوف. لا مفيش اعلانات اصلا، اد من اللعبه ماشي، ما فيهاش اي سماعه. بقى دلوقتي يا جماعه مفيش اي سماعه او اد تاني اهو. تيك توك، مين الذرات اللي بيقول لك ان انستجرام بيتصنت عليك؟ ولا حتى في الشات، حتى الشات نفسه انت كتبت هيدسيت، ده كتبت هيدسيت بالانجليزي مش شغاله يا عم. جوجل جاب لي كل حاجه قلنا عليها ما عدا السماعه. قلنا على عربيه جاب لي عربيه، قلنا على كومباوند جاب لي شقه. ما بياخدش من الشات يا جماعه، ما بياخدش من الشات، بياخد من السمع والبحث بس. بياخد من السمع ان هو بيسمعك، بيسمع المايكات اللي انت عاملها مثلا في الموبايل، بيسمعك او لا البي سي اعتقد، والسيرش بس مش الشات. فدلوقتي عملنا 4 مراحل. اول حاجه اللي بتفكر فيها، وبعدين هل انت شايف ان هو بيسمعك ولا لا. لا دي زارطه، عشان ساعات كنت انا حاسس ان انا بفكر في حاجه، اول ما افتح الموبايل يجي لي اعلان عليها، فده مش معقول، حاجه مش منطقيه خالص، فده زارط. ده اول مرحله. تاني مرحله السمع، اتكلمنا قلنا عربيه، جالي عربيه. دي تاني واحده بروفد،
تالت واحده عملنا سيرش على الحاجه، عملنا على كومباوند او بتاع، جالنا الكومباوند، جالنا اعلانات على الشقه، جالنا اعلانات على تجهيز بيت بتاع. فتالت حاجه بروفد انك تسيرش على حاجه. رابع حاجه واخر مرحله which is not proved انك تتشات مع حد خاص برايفت وتتكلموا في حاجه معينه، ان الانترنت ما بيسمعش محادثاتك مع صاحبك او مع صاحبتك او ايا كان الشخص اللي بتتكلموا برايفت يعني. دي not proved. اوكي خلاص.